نشرة 9:15 تأتيكم من استديوهاتنا في الرياض، والآن مع مذيع النشرة محمد بازيد. أسعد الله مساكم بكل خير أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من 9:15 والمزيد من الأخبار. في خبر طريف من أحد مساجد شرق الرياض. هذا المسجد تأخر فيه الإمام عن صلاة العصر 35 دقيقة، مع أن الوقت المحدد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو من 20 إلى 25 دقيقة بين الأذان والإقامة في صلاة العصر. طبعا مع تحفظنا أن بعض أئمة المساجد صلاة الظهر والعصر ما هي داخلة معهم ضمن الروتة، يعني بيكون عادة يصلي الفجر والمغرب والعشاء، لكن احنا زي ما قلنا بعض الأئمة هذا الإمام تأخر ودايم يتأخر عن وقت صلاة العصر تحديدا. أحد المأمومين مرة من المرات واللي هو شغله قريب من هذا المسجد اقترح الجماعة أنه هو يصلي العصر فقط، اقترح الجماعة أنه يقيمون الصلاة، يعني 35 دقيقة مرت والإمام ما بعد جاء والناس وراها مصالح وراها شغلات تقضيها. فعلا أقاموا الصلاة وتقدم رجال يصلي فيهم، لكن إمام المسجد وصل وهم خلال الركعة الثانية. أنا يعني التوقع الطبيعي جدا أن إمام المسجد بيصلي مع العالم وبعد الصلاة حتى لو عنده شيء بيتفاهم مع الإمام البديل بيتفاهم معه بعد الصلاة. اللي صار أن إمام المسجد ما تحمل على ما يبدو فكرة أن أحد يتجرأ ويقيم الصلاة ويصلي في الناس وهو موجود، فقطع صلاة الناس في الركعة الثانية وبدأ يهزئ الإمام البديل أثناء الصلاة إن شلون تصلون وأنا ما بعد جيت. يعني تصرف غريب جدا ومستنكر جدا وغير مفهوم إطلاقا. يعني هذا الإمام يبدو أنه فاهم الإمام غلط. خبرنا التالي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اللي أعلنت عبر عدة صحف عن إنشاء بوابة إلكترونية بقيمة 200 مليون ريال، يعني رقم مبالغ فيه جدا، والغريب أن عندهم الجرأة ينشرونه في الصحف. يعني مجرد بوابة إلكترونية تفتح وتقفل، يعني ما أدري وين التكلفة العالية اللي في مشروع من هذا النوع. محمد ترى بوابة إلكترونية مو بوابة عادية. بوابة إلكترونية قصدك زي بندا وذول اللي تفتح تجي قدامها بندا والمخازن اندمجوا الآن، هم صار ما في مخازن، أدري ما في مخازن، صارت بندا كلها. لا بوابة إلكترونية، موقع إلكتروني على النت على الإنترنت. طيب على كل حال أيضا لا زال السعر مرتفع جدا، ميزانية عالية جدا حتى لو كان موقع إلكتروني. ننتقل إلى الخبر التالي. وقفتنا الأخيرة مثل ما تعودنا في 9:15 راح تكون وقفة إعلانية مع أهم وأبرز إعلانات الصحف الغريبة. لك سيدتي، الحلم أصبح حقيقة. الآن زفات ليس لها مثيل وغير مسبوقة لكبار الشخصيات وبأحدث المؤثرات. طبعا هذه الزفات العظيمة اللي محستني أنه الإعلان إعلان روز رايز ما هو بإعلان زفات، منتشرة بشكل كبير في الجرائد. إعلان زفات VIP، زفات ملكي، زفات 2009، زفات مع الحين صرنا يعني على وشك ندخل 2010، لكن مع ذلك هم مصرين انها زفات 2009. وبعدين ابغى افهم يعني كيف عرف انه هذا حلم النساء في السعودية انهم يعني حقق لهم اياه من خلال الزفة. لكن حتى بس ما نروح بعيد، هذا الخبر ترى يا جماعة خير، وهذه الزفات بإشراف شخصي ومباشر من أبو مشاري. يعني هذا الشيء يبعث على الطمأنينة، ويعني أنا بصفتي الشخصية ونيابة عن كل نساء السعودية وأولياء الأمور أشكر أخ أبو مشاري على تضحيته العظيمة وإشرافه المباشر على الزفات. يعني لا تعليق. يعني هذا الإعلان يذكرني بعدد كبير جدا من الإعلانات اللي منتشرة في الجرائد بشكل يومي. إعلانات يعني نفس الشكل كلها نفس الكلام، تحس ان في شبكه هي قائمه على هالاعلانات تحديدا، في نقابه، في منظمه يعني سريه ما تقدر توصل لهم، ما تقدر تخترقهم. يعني حتى لو انك تسمي نفسك ابو مشاري ابو خالد ما تقدر، يعني هم لهم نمط خاص معين وطريقه معينه في كتابه الاعلانات. يعني وبعدين انا ما ادري ليش يعني يختفون خلف الالقاب. يعني مثلا تيجي يحط لك سيارات مستعمله للبيع او نشتري جميع السيارات، على بالك تبغى تعرف مين؟ لا يا حبيبي، ابو فهد. يعني مستحيل انك توصل لابو فهد هذا. يعني انا اتخيل ابو فهد يكون مثلا حاط كذا تروح تقابله، حتى لو انت مثلا جيت تبي تسوي كمين في ابو فهد، تبي تعرف مين ابو فهد واتصلت عليه قلت ابو فهد انا عندي سياره للبيع، بيجيك ابو فهد تظن انه بيجيك بشكله الشخصي؟ لا طبعا، بيجيك كذا، بيجيك وين السياره طبعا.
أنت بتضطر أنك يعني بتشعر بنوع من الارتباك، وهذا هو الهدف تحديدا من منظمة الآباء هذه المنتشرة في الجرائد، أبو فهد ومشاري وأبو خالد. أتمنى أنه يسعفنا الحظ صراحة في حلقة قادمة من الحلقات أنه نستضيف أحد هالشخصيات العظيمة اللي أثرت صراحة الساحة الاقتصادية، ويعني كان لها دور كبير في تخفيف عبء الأزمة المالية العالمية على المملكة العربية السعودية. الإعلان الثاني معنا عن، أنا بقرأ زي ما هو، مؤسسة الشواغر تعلن أن لديها وظائف شاغرة. يعني واضح أن مدير المؤسسة ما قد سمع بشيء اسمه الأمان الوظيفي. يعني اسم المؤسسة ما يعطي أي شعور بالأمان الوظيفي إذا هي دائما مؤسسة الشواغر، يعني دائما عندهم وظائف شاغرة. أما طبعا ما أدري خلصت الأسماء. الإعلان الثالث، شركة بحاجة لعدد من الوظائف المتعددة والمتنوعة بشكل غريب. يعني هذه الشركة كأنها تبغى تبني قرية أو مدينة من جديد، يعني يبون يخلقون تشكيلة سكانية فيها المدينة. يعني كانوا يقولون شو نحتاج؟ خباز، سباك. طيب هل ممكن واحد يعيش بدون كهربائي؟ لا، أجل نحتاج كهرباء. يعني ما تدري وش نشاط الشركة بالضبط، ما يعطيك أي نوع من أو أي دلالة على نشاط الشركة. لكن أغرب وظيفة كانوا معلنينها، يبون بواب طويل القامة. يعني أنا ما أدري هو بيحرص إيش بالضبط، إذا كان طويل القامة احتمال برج المملكة، الله أعلم. لكن عموما هذا البواب الطويل القامة، أنا ما أدري هل في وظيفة اسمها بوابة، يعني مثلا واحد يكون معه شهادة بواب. وبعدين المهنة دي أحس أنها قديمة مرة، يعني أذكرني بأيام الأفلام المصرية أبيض وأسود. يعني ما عاد في الآن بواب، يعني الآن في سكيورتي، في حارس أمن، في شركات تقوم بهذا النشاط. عموما أتمنى أنا فعلا أن هالشركة تكون وصلت إلى الشخص المؤهل البواب طويل القامة اللي يبحثون عنه. نهاية جولتنا في 9:15 لهذه الليلة. ألقاكم على خير، في أمان الله.